السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة على القناة. الشابتر الجديد حلقة جديدة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفيتشرز بتاعت إن يكليك الكودونز أو الشفرة الوراثية زي ما بيسموها. وفي الحلقات القادمة إن شاء الله هنتكلم عن اكتشافات ريليتد بالشفرة الوراثية. إزاي اكتشفناها؟ وازاي اكتشفناها؟ اكتشفنا الصفات اللي قلناها، يعني احنا قلنا صفات كتير، ازاي اكتشفنا الصفات دي؟ بصوا، الجزء دون اللي هنقول فيه ازاي هياخد بتاع حوالي من 4 ل6 حلقات. اسهلهم حلقة النهاردة دي بس بداية. الهدف منه مش بس ان احنا نعرف ازاي اكتشفوا الصفات بتاعة الشفرة الوراثية، ولكن الهدف منه انا كنت كتبته على بوست عندي على الفيسبوك قبل كده، وهو انه عايزين نعرف التسلسل بتاع الاحداث حصل ازاي العلماء كانوا بيبنوا على شغل بعضهم، ده يسلم ده يسلم ده يسلم ده، عشان we are scientists. we should be sorry we are not we should be in the future يعني ان شاء الله. فلازم نشوف الهيستوري بتاع المجال بتاعنا كان ماشي ازاي، وبنتعلم في نفس الوقت، بنتعلم معلومات هنخش الامتحان نلاقيها يعني. فمهم جدا الجزء دون. حلقه النهارده بسيطه جدا هنتكلم فيها نقطه صغيره جدا، وبعد كده هنبدا خطوه خطوه. العنوان بتاع النهارده انه او الستاديز اللي بدات عشان تدسفير الباترن اوف كود، او تدسفير يعني بتفك الشفره الوراثيه. اول سؤال بنساله او قلناه المره اللي فاتت قبل كده، كنا قلنا مصطلح تريبل كود. فاكرين تريبل كود؟ لما قلنا من صفات الشفرة الوراثية انها تريبل كود A U G A C G A A A C C C B. فيش بي بقى مش هنلعب يعني. فتريبل كود هو النهارده الكويستشن، ازاي اكتشفوا ان الشفرة الوراثية تريبل كود؟ بسيطة سهلة جدا يعني. اولا لازم نعرف انه في بداية الخمسينات او في نهاية الخمسينات 1950 ما كانش واضح انه الدي ان ايه بيحصل له ترانسكريبشن للام ار ان اي. ما كناش عارفين ده، واي نو اتس بيزك، بس هما زمان ما كانوش عارفين ده، وبالتالي ما كانوش عارفين ان الجيناتيك كود بترانسفير من الدي ان ايه الى الار ان ايه الى البروتين، زي ما شرحنا في اول فيديو الصوره اللي شرحناها. كانوا فاكرين انه الدي ان ايه بنفسه يقدر ان هو يبقى بروتين، يعني الدي ان ايه يترجم الى بروتينات. ما كانوش عارفين ان في انترميديت موليكيول اللي هو الام ار ان اي. فساعتها كانوا فاكرين انه الانفورميشن بتاعه الدي ان ايه بيحصل لها ترانسفورميشن او ترانسفير للار ان اي اللي موجود في السيتوبلازم، اللي هو موجود في الرايبوسومز، وبعد كده الرايبوسومز دي هي اللي بتطلع البروتينات، وبالتالي الار ان اي اللي موجود في الرايبوسوم هو اللي بيترانسفير او بيتحول لبروتينات. اذا الموضوع كان غامض. الاول الدي ان ايه هو اللي بيترجم لبروتين، بعد كده لا، الار ان اي اللي موجود في السيتوبلازم اللي احنا بنسميه ار ان اي ودرسناه في الجزء الاول من الكورس دون هو اللي بيتحول لبروتينات. ولكن وجدوا انه فكره الجزيء اللي بيتحول لبروتينات هو غالبا الجزيء انستيبل، غير مستقر في الخليه، يعني بيحصل له ترجمه وبعد كده بيحصل له هدم في الخليه، هو انستيبل. لو جينا نبص على صفات الدي ان ايه، من ضمن صفات الدي ان ايه اللي خدناها في الجزء الاول ان هو ستيبل موليكيول موجود جوه النواه، جزيء مستقر لا يخضع للهدم والتحليل اللي بيحصل في الخليه يعني. لو جينا نبص على الار ان ايه اللي موجود برضو في الخليه، اللي هو موجود في الريبوسومات، هنلاقيه برضو جزيء ستيبل، جزيء موجود جوه الريبوسوم. كل اللي بيحصل ان الريبوسوم بيتكون ويتفك، وده هندرسه في الجزء اللي جاي، بيتكون ويتفك بيتكون ويتفك، ولكن مش بيحصل له هدم. وبالتالي هنا
اصبحنا بحاجه الى موليكيول لا يتصف بهذه الصفات، الاستابيليتي. الديتيلز دي اللي احنا قلناها دي قالت لنا في الاخر انه في حاجه اسمها unstable intermediate template. unstable intermediate template هو اللي بيحصل له ترانسفير من الانفورميشن الموجوده في الدي ان ايه، وهو اللي بيحول الجيناتيك كود الى بروتين. والموليكيول ده هو الام ار ان اي. سنة 1961 واحد اسمه جيكوب وواحد تاني اسمه مونود افترضوا وجود شيء اسمه ماسنجر ام ار ان اي. ماسنجر لان هو بيحصل له ترانسفير من كاننا موجودين في النواه دلوقتي. الانفورميشن بتاعه الانسان او الحيوان او الانفورميشن بتاعه الدي ان ايه موجوده جوه السيتوبلازم. ليتس سي موجوده جوه السيتوبلازم. الدي ان ايه دون بيبعت رساله لبره موجوده جوه النواه، بيبعت رساله للسيتوبلازم. الرساله دي مبعوثه في شفره وراثيه، ويحمل هذه الرساله الار ان اي اللي احنا سميناه ماسنجر، كانها زي ماسنجر يعني بنستخدمه يعني فيسبوك وكده. فبيبقى الفكره ان هو الدي ان ايه موجود في النواه، وهو عايز السيتوبلازم في المكان اللي بيحصل له ترانسليشن. فانا عايز ابعت المعلومات من النواه للسيتوبلازم عشان يحصل لها ترانسليشن. فاللي بيعمل دون انترميديت انستيبل موليكيول اسمه ماسنجر ام ار ان اي. سهله. وانس الام ار ان اي اكتشفوه خلاص بقى عرفنا ان هو ده بقى اللي يعني ماسنجر ام ار ان اي، هو ده الانستيبل موليكيول الانترميديت موليكيول. اكتشفنا او فهمنا انه الجيناتيك انفورميشن بيتم حفظها داخل الدي ان اي وبيتم ترجمتها داخل في السيتوبلازم عن طريق الام ار ان اي او ماسنجر ام ار ان اي. مين اللي اكتشف الموضوع ده؟ واحد اسمه جيكوب، واحد اسمه مونود. ليه بنقول اسمائهم وليه بنقول التاريخ؟ عشان احنا كجيل جديد للساينس ما نعرفش الناس دي ولا عمرنا سمعنا عنها، وبالتالي فرصه ان احنا نتعرف على تاريخنا وعلى الناس اللي ساهمت في المجال بتاعنا. طيب بعد ما عرفنا ان الام ار ان اي هو اللي بيتحول الى بروتين وان الجيناتيك انفورميشن الموجوده جوه الدي ان اي، بقى عندنا سؤال مهم جدا اللي هو ايه؟ ازاي only 4 letters اللي هو الفور نيوكليوتايد في الدي ان اي الاي والجي والسي والتي، وفي الار ان اي الاي واليو والجي والسي، هم 4 نيوكليوتيدات. ازاي دول بيتحولوا الى 20 امينو اسيد؟ ده السؤال، لانه البروتينات متكونه من امينو اسيد. عدد الامينو اسيدز اللي موجودين داخلين في تركيب البروتين هم 20 امينو اسيد. ازاي 4 نيوكليوتيدات يتحولوا ل 20 امينو اسيد؟ ده سؤال كويس لانه احنا مش عارفين السؤال ده. وحشتني القهوه بتاعت مصر. اللي جاي هنجاوب بيه على السؤال ده، ازاي تلاقي 4 نيوكليوتايد بيتحولوا الى 20 امينو اسيد؟ هل كل نيوكليوتايد بتحول لواحد امينو اسيد؟ مش هينفع. هنشوف. يلا نبدا رحلتنا في ازاي عرفنا التريبل نيتشر اوف كود. احنا عارفين احنا عندنا 20 امينو اسيد، واحنا عارفين النمبر اوف نيوكليوتايدز اللي هي بتتحول لامينو اسيدز هي 4. السؤال how 4 nucleotides generate 20 amino acids. عندنا كذا افتراض. الافتراض الاولاني اللي انا لسه قايله، لو افترضنا انه كل نيوكليوتايد بتتحول الى 1 امينو اسيد، كده هيبقى عندنا 4 امينو اسيدز من الاربعه نيوكليوتايد. This doesn't make sense. يعني 4 لو الاربعه A تتحول لامينو اسيد رقم 1، U تتحول لامينو اسيد رقم 2، الجي بتحول لامينو اسيد رقم 3، الجي رقم 4، كده 4 عندنا 4 بس امينو اسيدز. طيب ده لو افترضنا ان الشفره الوراثيه احاديه، كل واحد بيؤدي الى 1 امينو اسيد. طيب لو جينا افتراض الثاني انه الشفره الوراثيه ثنائيه. بمعنى ايه ثنائيه بقى؟ عشان الحته دي والله العظيم انا ما كنت بفهمها لما حد بيشرحها لي في الكليه. ثنائيه بمعنى ايه؟ بمعنى انه الاي واليو ادي دي كده شفره وراثيه، ده هيتحول لامينو اسيد،
والاي والاي ده كده يتحول لامينو اسيد، والاي والسي كده يتحول لامينو اسيد، والاي والجي كده يتحول لامينو اسيد. حلو، ده كده افتراضات 4. في كمان زيهم اليو والاي مثلا، اليو واليو، اليو والسي، اليو والجي. عيد الكلام ده بقى على السي والجي، هنلاقي ان كل واحد بيطلع 4. ادي 4 اي 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 يو اي 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 سي اي جي. الاربعه التانيين يو اي يو 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 سي يو جي. ادي الاربعه التانيين. ماشي يلا هعملهم لكم يلا بالمره. السي والاي ادي كده 1، والسي 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 والجي والسي واليو ادي كده كمان 4. نفس الكلام هنعملها للجي، الجي والاي، الجي والجي، السي والجي او الجي والسي، تمام، والجي واليو. لو افترضنا ان الشفره الوراثيه ثنائيه، لو قعدنا تركيب الشفره الوراثيه ثنائيه من الاربعه هيطلع لي ال 16 احتمال دول. يبقى كل احتمال من دول بيديني امينو اسيد. يبقى لو افترضنا ان 2 at time ده هيبروفايد only 16 unique code words زي اللي انا كاتبهم قدامك بالظبط. هم دول اللي هتبقى الشفره الوراثيه، ولكن دول الاحتمالات التوافيق، التراكيب والتوافيق من الاربعه نيوكليوتايد. لو افترضنا ان الشفره الوراثيه ثنائيه ده هيديني 16 احتمال، ولكن انا عندي 20 امينو اسيدز، واللي انا عملته هنا ده كله ما يدينيش اكتر من 16 احتمال، فقط 16 احتمال. طب ايه الحل؟ الشفره الوراثيه كده معناها انها ليست ثنائيه. طيب الحل التالت بقى، احنا قلنا مثلا شفره وراثيه لو احاديه هيدي 4، لو ثنائيه هيدي 16 احتمال. طب لو ثلاثيه بقى هيدي 64 احتمال. هات الاربعه نيوكليوتايد كده، تمام، واعمل توافيق وتركيب زي اللي انا عملتها دي كده. مثلا نقول ايه، اليو اي سي ادي دي واحده، يو اي جي ادي الثانيه، يو اي سي ادي الثالثه، يو مع اقعد اعمل تركيب وتوافيق من الاربعه النيوكليوتايد وخلي الشفره الوراثيه ثلاثيه، هيقوم يديك 64 words. This doesn't make sense. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين فقط 20 amino acids. حلو. الافتراض الرابع وهو إنه يبقى 4 letter code. نقعد نعمل تراكيب وتوافيق من الفور نيوكليوتايدز اللي 4 letter code. يعني إيه 4 letter code؟ يعني تبقى A U C G أدي كده واحدة. الثانية A U C C مثلا. وعيد الكلام ده كله، هيطلع لك 256 شفرة وراثية. ونرجع للسؤال الثاني اللي هو احنا محتاجين 20 امينو اسيدز. ف 265 ده رقم كبير و16 رقم صغير. اكتر حاجه ميك سنس في الاحتمالات اللي قلناها هي ال 64 وورد. ميك سنس، خد بالك، اتس ميك سنس. وبالتالي افتراض ان الشفره الوراثيه تريبل كود جايه من هنا، ان 16 احنا محتاجين 20 امينو اسيد. 16 از نوت انف. 256 اتس فيري بيج، رقم كبير جدا على الشفره الوراثيه. ف 64 هي الميك سنس الوحيده اللي ما بينهم. هي اكتر من 20، ولكن ليتس سي احنا هنعمل ايه؟ هنفترض ان الشفره الوراثيه ثلاثيه من هنا. وصلت؟ طيب ايه يثبت ان الشفره الوراثيه ثلاثيه؟ يعني انت افترضت دلوقتي ان تريبل كود بتديك 64 وورد، اللي هو لو افترضنا ان كل وورد لواحد امينو اسيد تديك 64 امينو اسيد، تمام؟ بس هنكتشف بعدين ان ال 64 دول بيدوا 20 امينو اسيد. ولكن من صفات الشفره الوراثيه ان احنا قلنا ان ممكن اكتر من شفره وراثيه تدي امينو اسيد.
قلنا اكتر من شفره وراثيه ممكن تدي امينو اسيد. تعالوا نرجع كده للي احنا قلنا قبل كده. the word triple code دي اهو، دي 3 letters رايبونيوكليوتايد تريبل كود، دي اللي احنا قلنا المره اللي فاتت. اوكي ماشي اهو. meaning that a given amino acid، دي الصفه رقم 4 اللي قلناها المره اللي فاتت. the code is degenerate meaning that a given amino acid، واحد amino acid can be specified by more than one triple code. وده هنكتشفه، هنعرف اكتشفوه ازاي برضو في الحلقات اللي جايه يعني. بس دي من الصفات اللي انا بقول لك ايه، ازاي 64 يا محمد؟ 64 عشان في اكتر من تريبل كود ممكن تدي 1 امينو اسيد، ودي هنشوفها في الحلقات اللي جايه. ايه اللي يثبت ان الشفره الوراثيه ثلاثيه؟ ايه اللي يثبت ان الشفره الوراثيه ثلاثيه؟ ده اخر سلايد وانا خلصت الحلقه. قال لك انه عشان نثبت التريبل نيتشر اوف كود، واحد اسمه فرانسيس كريك، طبعا انتوا عارفين كريك، مش محتاج بقى احط لكم صورته. كريك حبيبي يعني، انا هو زمايل من زمان من اول الكورس. واحد اسمه فرانسيس كريك وزمايله عملوا حاجه اسمها فريم شيفت ميوتيشن. فريم شيفت ميوتيشن يعني ايه فريم شيفت ميوتيشن يا محمد؟ يا رب اعرف اشرحها وتفهموها كويس. تعالوا نفترض ان انا عندي هنا النيوكليوتايد هنا مترتبه واحد، التي سي الجي التي، دي رقم واحد، دي رقم اتنين، دي رقم تلاتة، دي رقم أربعة، دي رقم خمسة. let's say احنا عملنا فريم شيفت ميوتيشن، بمعنى ايه؟ هي عبارة عن addition or deletion one or more nucleotides. addition or deletion. لو افترضنا ان انا ضفت نيوكليوتايد في النص يعني في المكان ده كده، حلو؟ هنقول ايه؟ النيوكليوتايد اللي هنضيفها هتبقى ايه مثلا، حلو؟ يبقى هنضيف نيوكليوتايد هيبقى ايه؟ هنعيد تاني تي، وهنقوم ضايفين النيوكليوتايد بتاعتنا اللي هي ايه؟ اتضاف هنا، حلو؟ بعد كده سي، وبعد كده جي، وبعد كده تي. تعالى بقى نرتب. ادي الايه في مكانها، التي في مكانها، دي اللي اتضافت، السي بقت رقم 4 بعد ما كانت رقم 3، الجي بقت رقم 5 بعد ما كانت رقم 4، التي بقت رقم 6 بعد ما كانت رقم 5. حصل ايه؟ حصل فريم شيفت. حصل فريم شيفت بالعربي مش قادر اوصفها لك، مش عارف معناها بالعربي، بس اعتقد انك فهمت. حصل شيفت للنيوكليوتايد او النمبر اوف نيوكليوتايد، فهمت؟ بمجرد ما ضفت او شلت واحده حصل فريم شيفت. هي دي الفكره بتاعت الفريم شيفت ميوتيشن. طيب اللي حصل ايه؟ الناس دي عملت فريم شيفت، حطوا مره نيوكليوتايد، وحطوا مره 2 نيوكليوتايد، وحطوا مره 3 نيوكليوتايد، وراح قال لك ايه؟ قال لك انه جين اور لوز، انك تحصل على نيوكليوتايد، تضيف او تحذف نيوكليوتايد من الام ار ان اي بتاعك. هم ضافوا مره نيوكليوتايد واحده. قال لك ان الجين او لوز 1 اور 2 نيوكليوتايد، مره ضافوا نيوكليوتايد والمره الثانيه ضافوا 2 نيوكليوتايدز. تمام؟ المره بتاعت ال 1 نيوكليوتايد او 2 نيوكليوتايد عملوا حاجه اسمها فريم شيفت ميوتيشن. فريم شيفت ميوتيشن اللي انا لسه شارحها من شويه دي. الفريم شيفت ميوتيشن دون، لو افترضنا انه ده الام ار ان اي، واذا حدث تغيير في الام ار ان اي وحصل تغيير في ترتيب النيوكليوتايدز، ده يؤدي الى ميوتيشنز، تؤدي الى تغيير في البروتين اللي طالع. حلوه. ولكن لما ضافوا 3 نيوكليوتايدز، خد بالك بقى، هي دي الحته، لما ضافوا 3 نيوكليوتايدز، حلو، حصل ري استابليشد، حصل اعاده بناء للبروتين او للام ار ان اي. يعني ايه الفكره؟ يعني ايه 3؟ ايه فرقت ايه 3 من 2 من 1؟ هتفرق كتير. لانه لو افترضنا ان الشفره الوراثيه ثلاثيه، تمام، وانا رحت ضايف ادي الام ار ان بتاعي وضفت انا AUC مثلا في النص،
لو انا ضفت AUC كل اللي هيحصل انه اللي بعده مش هيحصل له تغيير، واللي قبله مش هيحصل له تغيير. ليه؟ لان هو اصلا انا كاني ضفت امينو اسيد جديد، انا ما غيرتش في الامينو اسيد الاصليين، انا حطيته في النص وكاني ضفت امينو اسيد جديد. فبدل مثلا ما يطلع ب 21 امينو اسيد يطلع لو افترضنا ان البروتين ده بيتكون من 100 امينو اسيد هيطلع ب 101. ولكن لما اعمل فريم شيفت ميوتيشن ضفت واحد او اتنين كاني بوظت، كاني خربت، كاني عملت فريم شيفت زي ما قلت. وبالتالي لما عملوا كده قال لك في فريم شيفت ميوتيشن. فريم شيفت ميوتيشن يعني كانه زحزح الامينو اسيدز كلها بالاضافه اللي حطها ديا، وبالتالي حصل تغيير فريم شيفت. ولكن لما حط 3 لانه كانه حصل ري استابليشد، اعاده بناء للامينو اسيدز. وبالتالي كانت الامور هنا اثبات انه الشفره الوراثيه ثلاثيه، ما كانش مجرد افتراض زي ما احنا ما عملنا في السلايد اللي فات. المره دي كان اثبات. الصوره اللي قدامي دي هشرحها لكم بسهوله. ده الانيشالي فريم، ده ليتس سي الدي ان ايه، تمام. ولو عملت انسيرت للسي في النص زي ما انا عملت انسيرت للسي دون، بشكل او باخر حصل فريم شيفت. اللي حصل دول بقوا اوت اوف فريم، دول بقى اوت اوف فريم. كده احنا ضفنا نيوكليوتيد واحده، كده هيعمل فريم شيفت ميوتيشن لان حصل تغيير. انا كان عندي هنا سي اي جي جي اي سي، لما جيت تحط في النص حصل انه الجي اي جي بقت جي اي سي، وبعد كده الكود اللي بعده اتغير بقى جي جي اي بعد ما كان جي اي سي. هو التلاتة اهو، اهو دول 3 دول 3 دول 3 دول 3 دول 3. فهي كان جي اي جي ده اول واحد، جي اي جي ده تاني واحد، جي اي جي ده تالت واحد، جي اي. خد بالك لما جيت انت ضفت يعني هي كانت شفره وراثيه مكرره من امينو اسيد واحد، لما جيت هنا حطيت السي في النص بقت جي اي جي، ده ما حصلوش حاجه، هيطلع الامينو اسيد بتاعنا طبيعي جدا. بس بعد كده جي اي سي امينو اسيد تاني مختلف، جي جي اي ادي حاجه ثالثه، جي جي اي نفس الكلام، جي جي اي نفس الكلام. فحصل فريم شيفت. الفريم شيفت ده غير في الامينو اسيد، غير في الشفره بتاعتي. ولكن لما حصل انك ضفت 3 نيوكليوتايدز بقى كانت جي اي جي جي اي جي جي اي جي جي اي جي جي اي جي. لما ضفت ديا تمام، اللي حصل انه في حصل اوت اوف فريم في منطقه، ولكن اللي بعده باك ان فريم بقى يرجع تاني جي اي جي تاني اهو، برغم انك ضفت ايه حاجه في النص اهو، فراح باك ان فريم يعني رجع تاني للشفره الاساسيه اللي كان بيطلعها الام ار ان اي داون. حصل مشكله هنا، ولكن المشكله دي ما اثرتش على كل حاجه، ضافت نيو امينو اسيد، ولكن رجعت لي للفريم الاصلي اللي انا كنت ماشي بيه اللي هو جي اي جي. اتمنى تكون الفكره وصلت. حاسس ان انا طولت قوي، انا اسف جدا على الرغي ده كله، ولكن اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.